السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نصايب معكم خبز بدون جلوتين بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية الجلوتين أو مرضى السيلياك. بالنسبة لهاد الناس هادو كيعانيو بزاف، ما كيصدقلهمش الخبز بدون جلوتين. إن شاء الله غادي نشوفوا اليوم الطريقة الناجحة باش يصدقنا الخبز. هانتوما كتشوفوا كيجي هشيش ومنفوخ وكيشبه تقريبا الخبز العادي. هاد الخبز هذا يعني الطريقة ديالو سهلة، حنا غادي نشوفوها إن شاء الله في هاد الفيديو. غادي نستعملوا دقيق الأبيض واللي هو الميكس بي شار ميكس بي، وكذلك غادي نستعملوا دقيق الكامل حتى هو ديال شار. هاد الجوج المكونات هما اللي كيخليو لنا الخبز ديال سون غلوتين كينجح. وكذلك غادي نستعملوا دقيق الذرة، يعني الذرة مطحونة، الدقيق ديالها طحين ديال الذرة كتجي بهذا الشكل هذا، يعني كتشرى من المحلات. وغادي نستعملوا كذلك القليل من دقيق يلان. دقيق يلان مفيد للناس اللي عندهم مرض سيلياك، كيعاونهم في الكالسيوم وفيه مجموعة ديال لي فيتامين. هنايا خديت 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض و2 كيسان ديال الدقيق الكامل، ملعقة كبيرة من يلان دقيق يلان، وكأس من دقيق الذرة، القليل من الخميرة الفورية اللي هي بدون جلوتين، والقليل من السكر، والقليل من زيت الزيتون. غادي نبقى نعجن هاد المكونات هادو كاملين بهاد الطريقة هادي. اللي ما عندوش العجانة يقدر يستعمل غير باليد ديالو. باش كينجح لنا الخبز هو الطريقة ديال العجينة كيفاش كتخرج، كيفاش خصها تكون لنا العجينة. خصها تكون لينة خفيفة، ما تكونش ثقيلة باش كيصدق لنا هاد العجين هذا. كنزيد القليل من الملح وواحد الملعقة كيف ما شفتوا ديال الحبوب، يعني أي حاجة عندكم، زريعة الكتان، الزريعة العادية، المهم أي حاجة عندكم أنا كنزيدها هنايا حتى هما فيها مجموعة ديال الفيتامينات. وكنبدا نخدم بيدي بهاد الطريقة هادي. هانتوما أنا خدمت بيدي غير باش كتشوفوا العجينة، يعني اللي ما عندوش العجانة كيخدم بهاد الطريقة هادي. وهكا كتكون لنا العجينة، خصها تكون خفيفة كتلتصق باليد، حيت عندنا الدقيق ديال الذرة كيشرب إلا ما خليناهاش خفيفة كيجينا الخبز قاصح. صافي كنغطي العجين ديالي حتى كيتضاعف الحجم ديالو. هنايا من بعد ما تضاعف لنا الحجم كيف ما كتشوفوا، كنفزق يدي بالقليل من الماء، وكنحاول نخرج داك الهواء من العجين. هانتوما كتشوفوا العجين كيفاش كيشرب، يعني ما كيبقاش بحال اللي قبل ما يخمر. كان خفيف، دابا منين خمر وشرب لنا هذاك الدقيق ديال الذرة. من بعد كنمشي نشكل كويرات، كناخذ دقيق ديال الذرة بالطريقة العادية اللي كنصايبوا بها الخبز ديالنا العادي. ناخذ الحجم اللي بغيت ديال الخبيزات. انا كندير خبيزات صغارين، وانتوما كديروا الحجم اللي بغيتو، يا كبيره يا صغيره. صافي كنكور الخبز ديالي بهذه الطريقه بمساعده الدقيق ديال الذره. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجين اللي عندي. هاد الكميه اللي عطيتكم خرجوا لي تقريبا يعني 6 ديال الخبيزات صغارين بهذا الحجم هذا اللي كتشوفوا. نتوما كتشوفوا هو كيجي صعيب شي شويه حيت كيبدا يتلصق في اليدين، ولكن غير شويه ديال الصبر وان شاء الله كيصدق لنا الخبز. حيت من الخبز أو الدقيق عفوا اللي ما كيكونش فيه الجلوتين ما كتكونش فيه ديك الليونه ديال الدقيق العادي. هنايا شكلت 6 ديال الخبيزات، هانتوما كتشوفوا بهذا الحجم، وانتوما كل واحد يدير الحجم اللي كيعجبو. صافي من بعد كناخذ واحد لاطو كندير فيها البابي باش ما كيلتصقليش الخبز في اللاطو. صافي كنبدا نقرص بهاد الطريقه. هي كل واحد وكيفاش كيبغي الخبز. كاين اللي كيبغيه يبقى يعني منفوخ غليظ، وكاين اللي كيبغيه رقيق. اللي كيبغيه رقيق يقرصو مزيان، واللي كيبغيه يبقى شويه يعني غليظ يحاول ما يقرصوش بزاف. انا كنبغي الخبيزات يكونوا رقاقين. كنغطيه بمنديل وكنخليه عاوتاني يخمر المره الثانيه.
هذا هو الخبز ديالي أنا يعني راه باقي شوية، باقي خصو يزيد شي شوية، غادي نعاود نغطي عليه ونخليه يخمر. هنايا يعني زاد تقريبا واحد 10 دقايق آخرين وها هو خمر. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش كيتضاعف الحجم ديالو، وبحال الخبز العادي. كناخد شوية ديال الما مع الزيت مخلطين وكنحاول ندهن الوجه ديال الخبز باش كيجيني محمر. صافي كندير التقيبة في الوسط والفران يكون سخون على 250 درجة من الفوق ومن التحت. هانتوما كتشوفوا ملي دخلتو للفران زاد ضاعف الحجم ديالو، وهذا هو الخبز ديالنا، هو كيجي محمر تبارك الله ما شاء الله. أنا قلت لكم تقريبا بحال اللي كتاكل الخبز العادي ديالنا، ما كاينش اختلاف نهائيا. كيجي هشيش وخفيف وكتقد تاكل به المريقة. المشكلة ديال الناس اللي عندهم السيلياك كيلقاو مشكل في الخبز. نتمنى أنني تكون تحاولوا تجربوا هذه الطريقة هذه وتنجح معكم إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم.